السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومليون مبروك فوز الأهلي بالدوري ال45 في تاريخه. أنا يا جماعة من امبارح معرفتش أنام من كتر الصياح. صياح بقى ودوري ظلم والمحكمة، وهنروح المحكمة عشان ناخد التلاتة بونت ويتخصموا من الأهلي. ومنظر امبارح كوميديا، لعيبة بيراميدز بتحتفل وتقول لك أبطال الدوري هم. ماشي يا عم، انت بطل الدوري، عايز ايه تاني؟ بتفكرني بالراجل اللي هو كان مجنون كده بيطلع في فيلم يقول لك والنبي انا عتريس، انا السفاح. انت جامد. ماشي، ادي اول بطولة انت خسرتها، وعقبال التانية باذن الله يوم السبت الجاي ان شاء الله من سان داونز. آه يطلع علينا بعض الجهابذة من الزملكاوية. طبعا انا بس بوجه كلمه للهستيري، انت راجل محترم جدا. يعني انت الزملكاوي الحقاني. انا كنت بقول على واحد صيدلي زملكاوي حقاني، بس طلع برضو ايه، تبع القطيع. يلا جنب اخواتك. ما علينا. عايز اقول بس ان ايه يعني، العيب دايما في الزملكاويه. هما دايما شايفين ان ناديهم مظلوم، وان هما في مؤامره كونيه، وان الماسونيه مش سايبه نادي الزمالك في حاله. استمر يا باشا، استمر، انا عايزك تستمر. هو ده تمامك. يوم ما بتاخد بطولة وتقول لك بطولة حلال، زيك زي كابتن احمد فيفي. اللي هو كابتن كونفوشيوس بتاع نادي الزمالك، اللي يقول لك المسرحية والمهلبية وشحن لي كارت ب100. يا عم والله العظيم ثلاثة اقسم بالله. لو لقيت حد فيهم بيفهم، يعني بقى تعالى يا عم تف على قبري. هم هيفضلوا دايما عايشين دور المظلوميه. الوحيد اللي نطقهم ونضفهم ووصلهم نهائيين افريقيا وخسروه من سان داونز واحنا كان مرتضى منصور. يا عم ما علينا. بيراميدز برضو عمال ايه يحك يقول لك احنا ابطال الدوري. وهاني سعيد يطلع يقول لك انا ازاي الاتحاد ما يجيبليش الدرع الدوري واحتفل بيه، وانت يا ابني بطل الدوري واحنا مش واخدين بالنا؟ الاهلي 58 نقطه وانت 56 نقطه. نيجي بقى للانقح، محمد سعيد شيكا، اللي هو حارس فاركو اللي اتطرد في لقطة طرد ملع غبار عليها. يقول لك انا اول مرة اشوف المسرحيات، بس اول مرة اشوفها لايف، كنت دايما بضحك على المسرحيات. برافو حبيبي، برافو حبيبي، برافو، استمر. هم الزملكاويه بيحبوا الناس اللي زيهم كده، وانت طالع من النادي كده، نادي الزمالك كده. هم بيحبوا الهجص وال والقلبانده والهرتله. برافو حبيبي. هم بيدوروا على فكره على حارس، عشان ايه؟ تبقى انت الاسطوره بتاعتهم. يلا حبيبي مع السلامه جنب اخواتك. مبروك نادي الاهلي. يمكن انت بتعوض افريقيا، بس برضو افريقيا بالنسبه لي هي الاهم. وانا هفضل اقولها تاني، لو انا مش هاخد الدوري 10 سنين في مقابل ان انا هاخد افريقيا، مش هقول لك 10، لا 5 سنين، انا ما عنديش مشكله. لعيبه الاهلي كلها كانت رجاله امبارح. علي معلول والله اتمنى ان هو يبقى في القايمه للمشاركه في كاس العالم. اتمنى، يعني كانت تبقى تكريما ليه، مش اكتر ولا اقل. انا من امبارح يا جماعه والله الواحد يعني مش عايز كان ايه يطلع يتكلم في حموتها، بس قلت ايه اتكلم وانا على رواقه عشان اتفرج على الزملكاويه وتعليقاتهم وكمية الحرقان. وعارف اللي هو الحريم اللي هي المنسونة الصفرة، هم دول. يا ابني انا والله العظيم كان في واحد صاحبي بيقول لي ايه، يا ابني انت مش هتفهم هم ليه لازم ما ياخدوش بطولة، عشان يفضل الحرقان والوكلان الدماغ ده فيهم. فبالنسبة لي والله لما الزمالك بياخد بطولة دي، يا لهوي، هنفضل نسمع صياح وزيطة ووجع دماغ غير طبيعية. يا راجل ده قالك على ناصر منسي، قضية ناصر منسي. ناصر منسي اللي كان طالع مع رامز بيتهته. يا وحدوا الله يا جدعان، والله العظيم ده احنا عايشين مع ناس في الكنافة. الزملكاوية دي اقسم بالله والله يا ابني، طول ما انتم معتقدين ان ناديك مظلوم، وان انا العيب مش فيا والكلام ده. كان في حد قال لكم من اللي هم الزملكاوية اللي بتتكلم، قال احنا دايما العيب فينا، مش نشوف الظروف عندنا ايه والخسارة عندنا ايه ايه الاخطاء اللي عندنا ونصلحها. لا يا باشا، نطلع نقول نادي الدولة والظلم والافتراء. خليك يا باشا كده وسيبني انا بقى، عشان عندي كاس عالم اندية عايز اركز فيه بقى، يعني ربنا يعني يكرمنا بقى، تعبوناش.
اخر حاجه اختمها، ربنا يبارك لك يا هستيري، انت العائل الوحيد في وسط جعجعه وهاكس كتير. السلام عليكم.